بعد كده هعمل ايه؟ نركز مع بعض. طرف الخيط اللي من بره ده هبتدي اشتغل فيه غرزه طايره برده، بس هتبقى كلها باللون الاسود. فهاخد طرف الخيط اللي من بره وهبتدي احط فيه 4 خرزات باللون الاسود بالشكل ده. نفس طرف الخيط هو هبتدي الفه كده وادخله في اول خرزه سودا من تحت، ادخله كده من تحت لفوق اهو. ابتدي امسك طرف الخيط كده واشده للاخر خالص، هشد للاخر خالص كده اهو. تمام. هبتدي برضو ايه اعدل الغرزه بتاعتي عشان تبقى بالشكل ده. خلاص. هاخد طرف الخيط اللي من فوق هبتدي احط فيه خرزتين باللون الاسود. المهم هاخد طرف الخيط اللي من تحت همشيه برضو خرزه، وبرضو هحط خرزتين باللون الاسود. هعملها وارجع لكم تاني. خلاص عملت الغرزه دي السوداء، بقى عندي 3 غرز اسود اهو. بعد كده هاخد طرف الخيط اللي من فوق هبتدي احط فيه خرزه سوداء وخرزه بيضاء اهو. طرف الخيط اللي من فوق هبتدي احط فيه واحده صفراء وواحده بيضاء. طرف الخيط اللي من تحت بمشيه خرزه واحده، وبعد كده بحط 2 اصفر. طرف الخيط اللي من فوق خرزتين باللون الابيض. بعد كده هحط طرف الخيط اللي من فوق هحط فيه خرزتين باللون الاسود، واللي بعده هيبقى برضو خرزتين باللون الاسود، ولكن اللي بعده هنحطهم في طرف الخيط اللي من فوق. نمشي خطوه خطوه احسن، واحده واحده اهو. دخلت الخيط بتاعي في الخرزه الصفراء دي. بعد كده طرف الخيط اللي من فوق هحط فيه 2 اسود. بعد كده همشي برضو خرزه واحده. المره دي انا وصلت لحد اخر خرزه. المره دي هشتغل بطرف الخيط اللي من فوق برضو هو هشتغل احط فيه خرزتين باللون الاسود، عشان الخرزه اللي جايه او عشان الغرزه اللي جايه عايزين نعملها غرزه طايره. وطبعا اتفقنا ان الغرزه الطايره اللي في اخر السطر بنحط 3 خرزات في طرف الخيط اللي من تحت، عشان هي بتبقى مختلفه عن الغرزه الطايره اللي في اول السطر اهو. بخلي طرفين الخيط يبقوا طالعين معايا من الخرزه ومن الجنب هنا، وهاخد طرف الخيط اللي من تحت هبتدي احط فيه 3 خرزات باللون الاسود اهو كده. هقفل برضو عادي جدا في اخر خرزه. طلع كده طرف الخيط التاني، اشد كويس وادخل العقده جوه الخرزه. اعتقد كده الملامح بدات ان هي تظهر اهي زي ما انتم شايفين. هنكمل مع بعض. هنبدا مع بعض السطر اللي بعد كده، وهبتدي السطر بتاعي بغرزه طايره باللون الاسود. طرف الخيط اللي من بره احط فيه 4 خرزات، 4 خرزات اهو. همسك طرف الخيط هو وابتدي ادخله في الخرزه السوداء اللي من تحت دي، من تحت لفوق بالشكل ده كده. اسحب الخيط للاخر اهو، واعدل الغرزه بتاعتي. بعد كده هشتغل الخرزتين اللي جايين باللون الاسود. في طرف الخيط اللي من فوق هحط فيه خرزتين اسود كده اهو زي ما انتم شايفين. تمام. بعد كده الخرزه اللي جايه برده او الغرزه اللي جايه برده هتبقى باللون الاسود.
خرزتين كده باللون الاسود في طرف الخيط اللي من فوق. بالشكل ده كده. الغرزه اللي جايه او الخرزه اللي جايه هنحط طرف الخيط اللي من تحت همشيه كده في الخرزه السوداء، طرف الخيط اللي من فوق هحط فيه واحده سوداء وواحده بيضاء، واحده سوداء واحده بيضاء. ركزوا كويس قوي في الالوان. بصوا بقى الخرزتين الجايين دول برضو هيبقى هنحط خرزه سوداء وخرزه بيضاء، يعني هدخل طرف الخيط اللي من تحت في الخرزه البيضاء دي، وطرف الخيط اللي من فوق هحط فيه واحده سوداء وواحده بيضاء. بعد كده هدخل طرف الخيط اللي من تحت في الخرزه الصفراء، وبرده طرف الخيط اللي من فوق هحط فيه واحده سوداء وواحده بيضاء، ونرجع تاني. خلاص مشيت الخيط بتاعي في الخرزه الصفراء اللي بعدهم دول، وهبتدي احط ايه خرزتين باللون الاسود. الخرزه دي وخرزتين اللي جايين كمان هيبقوا برده باللون الاسود. تمام. انا بحاول بس اختصر عشان وقت الفيديو، مش عايزه اطول عليكم. هم عامه اللي جايين كلهم هيبقوا باللون الاسود، بس في خطوه احنا هنعملها هنا مختلفه شويه، فعشان كده بمشي معاكم واحده واحده. الخرزه اللي جايه هندخل طرف الخيط اللي من تحت في الخرزه دي ونحط خرزتين اسود. بعد كده هندخل طرف الخيط اللي برده اللي من تحت في الخرزه دي ونحط خرزتين اسود، ونرجع لكم في الخرزه الرقم 3 دي ونشوف هنعمل ايه اللي هي قبل الاخيره دي. رجعت لكم في الخرزه اللي السوداء دي اللي قبل الاخيره، هدخل فيها الخيط كده، وهنركز عشان نفس طرف الخيط اللي من تحت ده انا هشتغل بيه الغرزه اللي جايه. يبقى طرف الخيط اللي من تحت ده هدخل فيه كام خرزه؟ هحط فيه 3 خرزات مش خرزتين. ليه 3 خرزات؟ عشان انا السطر ده كله هنهيه عادي جدا، مش هعمل فيه تناقص، ولكن انا عايزه اعمل تناقص في السطر اللي بعده. عايزه اعمل تناقص في السطر اللي بعده، اذا انا عايزه طرفين الخيط يبقوا طالعين من الخرزه اللي يعني من الغرزه اللي هي دي اللي قبل الاخيره، بس عايزه الخيط عايزه السطر بتاعي يبقى كامل للاخر. خلاص يبقى انا هطرف الخيط اللي من تحت حطيت فيه 3 خرزات، وهبتدي اعمل ايه بقى؟ بصوا شايفين بقى الخرزه الاخيره دي؟ بعد ما حطيت 3 خرزات في طرف الخيط اللي من تحت هبتدي ادخله من الشمال لليمين من بره لجوه في الخرزه الاخيره. هلف الشغل احسن عشان ابقى شايفه اهو. بصوا انا حطيت ازاي طرف الخيط اللي من تحت حطيته في الخرزه السوداء دي الاخيره من بره لجوه، هسحب للاخر. سحبت للاخر اهو. بعد كده هعمل ايه؟ بنفس طرف الخيط هو هبتدي ادخله في الخرزه اللي هي الثالثه دي من تحت لفوق، من تحت لفوق اهو. انا عايزه طرفين الخيط يبقوا طالعين معايا من النص هنا. هاخد طرف فيهم احط فيه خرزه واحده بس اسود واقفل فيها. اهو زي ما انتم شايفين كده. انا عايزه طرفين الخيط يبقوا طالعين من الخرزه دي. تمام. هاخد بقى طرف الخيط اللي من بره احط فيه 3 خرزات باللون الاسود، حطيت 3 خرزات باللون الاسود اهو. هقفل في اخر خرزه. عايزه اقول لكم ان السطر ده كله هيبقى باللون الاسود، بس اخلي بالي ان اخر خرزه هنعملها بنفس الطريقه اللي احنا نهينا بيها السطر اللي فات. بصوا اكمل باللون الاسود، بس اخلي بالي ان انا هنهي الخيط بتاعي في الخرزه دي، او يعني دي هتبقى الغرزه الاخيره، بس عايزه الخيط بتاعي يبقى طالع من الخرزه اللي قبل الاخيره. طيب هكمل باللون الاسود لحد ما اوصل لحد هنا وارجع لكم تاني. بصوا انا اشتغلت السطر كله بالاسود، بس وقفت او رجعت معاكم عند اخر 3 خرزات زي ما انتم شايفين كده. ادي 1 2 3. دلوقتي انا عايزه الخيط بتاعي يبقى طالع، طرفين الخيط بتوعي يبقوا طالعين من الغرزه اللي فوق الغرزه دي. فهبتدي اخد طرف الخيط اللي من بره، طرف الخيط اللي من تحت اللي انا لسه مدخلاه في الخرزه، هبتدي احط فيه 3 خرزات عشان انا عايزه اعمل تناقص في السطر ده والسطر اللي جاي كمان. فهعمل ايه؟ 3 خرزات اهم. تمام. هبتدي ادخلهم في الخرزه اللي هي ايه، هدخل الخيط بتاعي في الخرزه اللي في النص دي
من اليمين للشمال كده، اشد للاخر. بعد كده هعمل ايه؟ نفس طرف الخيط هو هبتدي ادخله في الخرزه السوداء اللي هي ايه من الجنب، واشد اسحب للاخر خالص. هيبقى ده شكلها اهو. تمام. هاخد اي طرف خيط فيهم احط فيه خرزه واقفل فيها. هوريكم دلوقتي الشكل بعد ما اقفل الخرزه دي. بصوا ده شكله اهو. زي ما انتم شايفين انا عايزه طرفين الخيط بتوعي يبقوا طالعين من الخرزه رقم 2 اللي في النص دي اهي، عشان انا الغرزه الاخيره دي خلاص انا مش عايزه اشتغل عليها. دلوقتي هاخد طرف الخيط اللي هو اليمين وابتدي اكمل. طرف الخيط اللي من بره ده اليمين هحط فيه 3 خرزات، والسطر ده كله هيبقى باللون الاسود، وبرده هعمل تناقص في اخر السطر. خلاص احنا عرفنا بقى التناقص هيتعمل ازاي. هرجع لكم هكمل السطر ده وارجع لكم عشان نفس الخطوه في اخر السطر، نفس الخطوه اللي احنا عملناها هنا هي اللي هنعملها في اخر السطر. خلاص هكمل بس عشان وقت الفيديو وارجع لكم ونشوف هنعمل ايه تاني. هكمل طرف الخيط اللي من بره، واهم حاجه ناخد بالنا احنا الاتجاه الايد فين. تمام. طيب اول حاجه زي ما اتفقنا هناخد طرف الخيط اللي من بره ده هبتدي اعمل الطاقيه بتاعته. الطاقيه بتاعته هبتدي اعملها ازاي؟ هبتدي احط واحده اصفر واتنين ازرق. بعد كده واحده ازرق، واحده زرقاء، واحده صفراء. بعد كده هحط اتنين اصفر. هحط فيها اتنين ازرق. بصوا انا عايزاها تبقى عايزه طرفين الخيط يبقوا طالع من الخرزه اللبني اللي جنب الاصفر، فانا هتجيبوا خيط جديد هتبداوا توصلوه في الخرزه اللي هو الزرقاء اللي في النص. انا عايزه اشتغل على الثلاث خرزات اللي في النص دول، اللي هي الخرزه الزرقاء دي والخرزه الصفراء والخرزه الزرقاء اللي جنبها. هكمل انا وارجع لكم تاني. هنكمل مع بعض دلوقتي. انا واقفه عند الخرزه اللي هي الزرقاء دي اللي جنب الصفراء. انا هشتغل على الثلاث خرزات دول، الخرزه الزرقاء دي والخرزه الصفراء والخرزه الزرقاء ايه اللي جنبها. هبتدي كده اخد طرف الخيط اللي هو من ناحيه بره، هبتدي احط فيه اتنين اصفر وواحده زرقاء، اتنين اصفر واحده ازرق، واقفل. بعد كده هحط واحده صفراء وواحده زرقاء، واحده اصفر واحده ازرق، واخر واحده هحط فيها اتنين اصفر بس هحطهم في طرف الخيط اللي من تحت وانهي الشغل بتاعي. تمام. دلوقتي خلصنا الطاقية وخلصنا الوش، نرجع مع بعض عشان نعمل الايد التانية والرجلين. اول حاجة هقص خيط وهعمل الايد معاكم. زي ما انتم شايفين احنا واقفين اهو. تمام. هبتدي ادخل بقى الخيط بتاعي فين؟ شايفين الخرزة اللي من جوه دي اللي هي دي اهي. هدخل الخيط في الخرزة دي، مش في الخرزة دي، لا اهي الخرزة اللي ناحية اليمين. تمام. خيط قصير يعني مش خيط طويل. هبتدي اخد بقى طرف الخيط اللي من بره اللي هو ناحيه اليمين. هاخد طرف الخيط اللي ناحيه اليمين احط فيه 3 خرزات ازرق. هقفل اهو.
انا عايزه الشكل بتاعي يبقى كده. تمام. بعد كده هعمل ايه كده، طرف الخيط اللي هو ناحيه الشمال انا مش هدخل في خرز، هاخد طرف الخيط اللي ناحيه الشمال هحط فيه 3 خرزات باللون الازرق برضو. تلاتة يا جماعه مش 2 اهو. هقفل، طلع طرف الخيط التاني اهو زي ما انتوا شايفين كده، بحيث تبقى معايا نعد من هنا 1 2 3 4 5 6. خلاص. بعد كده هعمل ايه، هاخد طرف الخيط اللي هو من ناحيه اليمين ده، هحط فيه خرزتين باللون الازرق وخرزه بيضه. 3 خرزات بس، خرزتين باللون الازرق وخرزه بيضه. وهقفل. انا هنا بشتغل بحط ب3 خرزات، مش بدخل الخيط بتاعي في اي خرز اهو. ده الشكل معايا اهو لحد دلوقتي. هاخد بعد كده بقى طرف الخيط اللي من تحت ده احط فيه 3 خرزات بس هيبقوا باللون الابيض. 3 خرزات اهو بس باللون الابيض. وهقفل. نبقى احنا كده خلصنا الايد اهي. تمام كده. كده الايد ايه خلصت. هنيجي بقى عشان نعمل الرجلين. هنا هقص خيط. انا هقلب الشكل ده زي ما انتم شايفين اهو. عندي 5 خرزات تمام، اللي احنا ابتدينا بيهم في الاول خالص. هجيب طرف الخيط وابتدي ادخله في اول خرزه من ناحيه اليمين اللي هي دي اهي. تمام. وهبتدي اشتغل باللون الاصفر، فهحط طرف احط فيه خرزه واحده والطرف التاني احط فيه خرزتين. وهقفل عادي جدا في اخر خرزه اهو. بعمل غرزه رباعيه اهي. هكرر الخطوه دي تاني. طرف احط فيه خرزه صفراء، الطرف التاني احط فيه خرزتين باللون الاصفر اهو. وهقفل في اخر خرزه. هعمل برضو هكرر نفس الخطوه دي تاني بس المره دي هتبقى باللون الاسود. المره دي هتبقى باللون الاسود. لا مش هكرر بقى نفس الخطوه، هحط ال3 خرزات اللي باللون الاسود في طرف خيط واحد. احطهم في طرف خيط واحد اهو. 1 2 3 بالشكل ده اهو، عشان انا عايزه طرفين الخيط يبقوا طالعين ايه من الجنب، من الخرزه السوداء اللي من الجنب. هاخد بقى اي طرف فيهم وبرده هحط فيه 3 خرزات باللون الاسود. 3 خرزات باللون الاسود اهو. انا عايزه الشكل بتاعي يبقى كده. شايفين ازاي اهو. غرزتين باللون الاصفر، غرزه باللون الاسود اهي، وغرزه جنبها باللون الاسود تاني. ده شكل الرجل اهو. لو انا عدلتها هتبقى كده. تمام. نفس اللي انا عملته هنا هو برضو هعمله هنا، بس هتبقى ايه في الخرز اللي هي ايه دي. تمام. وارجع معاكم نشوف بقى ايه هنعمل السطر اللي جاي ازاي، وبعد كده هنبدأ بقى ان احنا نشبك مع بعض.